مساء الخير, welcome back to my TV channel. Today I want to speak about ماكو movie. So interesting, keep watching. فيلم ماكو فيلم من الافلام اللي كانت مفروض انها تنزل بقالها فتره يعني, وكل شويه كان بيحصل حاجه بتوقف الموضوع. يعني هو اصلا كان المفروض ينزل من يناير اللي فات, بس حصل حاجه وهو اخيرا نزل وكان موجود في السينما طبعا, وما زال موجود في السينما, وكمان بقى في فرصه افضل ان هو كمان يعني سمعت ان هو بدأ ينزل على مواقع التواصل الالكتروني. فيلم ماكو من اخراج محمد هشام وتأليف احمد حليم, والقصة بتاعته بتدور حوالين ماكو او مجموعة من الافراد والاشخاص عايزين يعملوا فيلم عن غواصة سالم اكسبريس. يعني الناس اللي ممكن تعرفها هي مشهورة جدا من اشهر الغواصات للاسف الشديد غرقت في التسعينات, وكانت عليها ناس كتير جدا. يعني انا ممكن ناس مثلا ما اتولدتش في التسعينات فما تبقاش عارفه معلومات عنها كتير, فلما تعملوا بقى سيرش اكتر هتعرفوا ان سالم اكسبريس دي كانت المفروض انها جايه من السعوديه لسفاجه, جايبه ناس بقى عمال وناس من الحج وكده. وعرفوا المعلومه دي ازاي؟ عرفوا عن طريق ان الناس دي كانت جايبه هدايا لقرايبها وكده, وكان في منهم عائلات وفي منهم عمال, ربنا يعني يرحمهم يا رب. المفروض انها ليها اصلا يعني توثت عن اكتر من حد, كل شويه كانت السفينه تقريبا بتتباع لغايه ما جت لمصر وشركه تقريبا تملكتها يعني, وحصل فيها انه السفينه كانت متجهه من السعوديه لسفاجه زي ما انا قلت, المفروض انها بتنزل ركاب وبعد كده بتروح ترسى في المينا بتاعها في السويس, اللي هي خد اصلا قناه السويس مينا ليها. المهم في رحله من الرحلات يعني كانت جايه, وللاسف الشديد حصلت زي يعني عاصفه كبيره, فالمفروض يقال انه القائد بتاعها او القبطان بتاعها قرر ان هو ياخد طريق اسهل. ما اعرفش هو في اصلا اختصارات في البحر, بس اي ثينك اكيد يعني فيه, حابب ان هو ياخد طريق تاني ممنوع اصلا العبور عنه. وهو بعد ما دخل الطريق ده علشان يخلص في الوقت يعني, وسبب العاصفه ويخلص شويه من العاصفه فيسرع في الوقت, دخل شعب مرجانيه من اللي هي المقدمه بتاعه الغواصه دي, وعملت ثقب فيها, وخلال 20 دقيقه كانت السفينه في القاع, يعني يعتبر غرقت بالكامل. وطبعا راح نظير ليها ضحايا كتير جدا, حتى انه يعني الاستغاثه طبعا المفروض ان هم يستغيثوا بناس كتير, ولكن فضلت ان اصلا يعني المساعدات توصل لهم بسبب العاصفه دي, اتاخرت عليهم ووصلت لهم بعد 4 ساعات. يعني بنتكلم في ايه, ففضلوا 3 ايام بيطلعوا في الضحايا والجثث وكده, طلعوا ما يقرب من 170 ناجي يعني, و100 وحاجه جثث الله يرحمهم. وفي ناس تانية بقى هم خلاص قالوا الغواصة اصلا استقرت في مكان معين يعني, فقالوا ان ده المكان زي ما يكون زي مدفن ليهم يعني او كده, لان طبعا اكيد في ناس ما عرفوش طلعوها. بلس كمان المكان ده مشهور ان هو فيه سمك يعني قرش بيتواجدوا في المكان ده, فخلاص يعني اللي ما نجيش وما لقوش جثتهم يا ما نعرفش راح فين, السكه حدفته لفين, يا اما للاسف كان يعني غدا لسمكه قرش. وكمان انه من ضمن الناس القصص يعني ان كان في مهندس زراعي بيحب السباحه عام 18 ساعه, وكان معاه 2 من الناجين اللي اتوفوا في الطريق, وهو قدر ان هو يعني ينقذ نفسه كده, وكان في ناس طبعا ماسكه حاجات كتير لغايه ما قدرت انها تجيلها الانقاذ يعني. وكانت حادثه كبيره جدا جدا, واتقلب فيها الدنيا واتشال فيها وزير حتى النقل يعني. انا بتكلم في الفيلم بيدور حول الفكره دي, الناس دي راح هتعمل فيلم عن الحادث ده, وبيحصل بقى معاهم الدنيا كلها عشان ما احرقش جامد في الموضوع. مبدئيا خلينا نتكلم على القصه او الفكره في مصر الى حد ما جديده, لان انا بتكلم في فيلم اكتر من 50% او 60% منه تحت المايه, فدي مجازفه. والشغل تحت المايه عشان انا جربت حاجه زي كده هو مش سهل اطلاقا. انا مش بتعامل مع مثلا اقول لك ايه حته طالعه حته نازله مثلا في الارض فهتبقى في مشاكل في التصوير او الترايبود ما وقفش, لا احنا بنتكلم في حياه تانية تحت, بطلع شوط معين وغصب عن الشخص نفسه النفس والحاجات زي كده, فاكيد واجهوا مشاكل كتير في التصاريح وفي التصوير وفي المعدات وتكلفه. طبعا الحاجات دي مش اي حاجه تنزل تحت يعني, فدي حاجه انا ما اقدرش ان انا
اقلل من مجهود الناس اللي اشتغلت فيها بصراحه. بنتكلم بقى عن تاني حاجه وهو لو هنقسم الفكره يعني هو مميزات وعيوب ان انا هقولها في الفكره عموما، او عن العمل. طاقم العمل من بطوله بسمه ونيكولا معوض وناهد السباعي و اللي هو الممثل التركي، وفريال مفروض يوسف ومنذر ريحاني وعمرو وهبه. فطاقم معين نزل تحت الميه وحصل معاه كده. المفروض ان هم 7 نزلوا يعني، وفي ناس منهم كانت مستنيه. فكره زي كده او عمل زي ده، ازاي انا لو انا شخص بقى منطقي هعمل عمله دي؟ يعني هعمل عمله زي كده. انا مش رايحه اكتشف حديقه الحيوان اشوف فيها اهمال ولا لا. انا نازله اكتشف غواصه بقالها سنين تحت الميه ما طلعتش، وممكن الاقي اصلا بقايا جثث، وهلاقي جوه الغواصه دي شعب اصلا، والسفينه دي غرقت بسبب شعب مرجانيه. فممكن تعمل انا فيا انا ايه يعني؟ معلش، خرمت الحديد من الاخر، هتعمل انا فيا انا البني ادم. فهو الموضوع ما كانش بالسهوله يلا هوبا يلا يا جماعه نسرق لنا بتاع ونعمل كده. فدي اوت شوك بالنسبه لي. ما اقدرش انكر ان التصوير حلو، تصوير العمل حلو ومعمول بطريقه لطيفه، وانا استمتعت. انا من الناس اللي بحب الحاجات اشوف بالشكل ده، فانا استمتعت الصراحه. كمان انه في بعض الوقت كنت بحس انه الجمل دي في محلها قوي. يعني الجمل دي او السسبنس ده او التشويق اللي انا عايزه اعرفه ده حلو قوي. الجرافيك بقى بما فيه كل ده لطيف. احنا بنشوف افلام كتير، انا بحب افلام كتير قوي اللي بتبقى على الشارك. فانا شفت فيلم عن شارك اتبسطت يعني، مش انا اتضايقت يعني ان هم عاملينه عنه، بالعكس يعني تجربه لطيفه وجديده وكل حاجه. عيوبي بقى او عيوب اللي انا قدرت اطلعها من العمل ده، مبدئيا زي ما قلت في حوار الفكره انه ما كانتش منطقيه قوي بالنسبه لي، او هي مش هوبا ستايل. يعني لو قلت مثلا الناس دي كانت رايحه رحله وحصل لهم شيء ما خلاهم يقعوا في المكان ده، كنت هبدا اصدق واكتشفوا الموضوع ده، هبدا اتوقع. لو بدات احس ان الموضوع دي اشتغلت، الناس دي اشتغلت شويه على الفكره بالطريقه دي، الناس دي المفروض تكون مأمنه نفسها يا جماعه. يعني احنا ناس ازاي يعني؟ الموضوع مش لازم ان انا احسس الجمهور ان هو ساذج للدرجه دي يعني. لا، احنا مش عبط قوي كده يعني. فالواحد ده اصلا لما بيكون رايح يجيب حاجه قريبه منه بيبقى قايل لكذا حد اللي هو يعني طمن عليا، شوفني، جرالي، لغيني يعني على الاقل. حاجه كمان انه بعض الوقت كنت بحس ان يعني انا زي ما قلت ان فعلا في كلام بين الابطال كان كويس وكان في محل، بس في وقت مش ده المجال، مش وقته اللي احنا بنقوله ده عبط بجد. انا دلوقتي ببقى في مصيبه، عارفه لما تكون مثلا عارف ان الشخص اللي قدامك ده في مصيبه، وتروح تقول له ها صباح الخير عامل ايه اخبارك، الجو الدنيا الجميله دي عامله ايه معاك؟ مش وقته خالص نعمل الحوار ده تحت. احنا تحت الميه، مش تحت كوبري يا جماعه، يعني قاعدين بنقزقز لب. الموضوع مش بالسهوله دي. فدي حاجه مش لطيفه. فكره انه في ناس كان دورها طاغي على ناس كتمثيليا وكأدائيا. يعني مثلا حد زي زينة بسمة، انا بالنسبه لي ما كانش عندي مشكله مع ادائها، بس مش هو ده اللي انا متوقعاه منها. يعني هي بسمة مش بتمثل امبارح يعني عشان احس انها عادي كده. لا، في اوقات انا حسيتها بمشاهد، وفي مشاهد لا، مفتعل ومش ده الاحساس ومش ده اللي انا عايزه اشوفه، او مش الكارثه اللي احنا فيها يبقى ده رد الفعل. ما هو احنا عاملين نزعق ونهلل في حاجات تانية، جايين على ارمط دي ونسكت يعني؟ حاجه كمان دور مثلا زي عمرو وهبه من الناس اللي قدرت انها تثبت وجودها، وفعلا في العمل كان ليها شق، وكانت واخده شق الكوميدي اكتر، وليها تاتش كده. هي المفروض هي واخوه، وعملوا حاله. قد عندي طبعا يعني اللي هيشوف العمل عندي طبعا ملاحظات كتير قوي قوي قوي، واكتر ناس علقت على موضوع الكتابه في الدور بتاعهم، ولكن لا، الناس دي برضو قدرت انها تعمل جو. ناهد السباعي مش عارفه يعني ايه جبت ناهد السباعي ليه يعني؟ فما الدور ده كان ممكن تعمله بنت لسه متخرجه من المعهد. اصل في ايه يعني؟ حلوه التاتشايه بتاعتها وحلوه التشويه بتاعتها، واللي هو انا كنت
بدات اتوقع بس مش قوي كده، او مكنتش متوقعه ان المشهد هياخد في الحته دي، لانه في مشاهد بصراحه في العمل لا خضتني او روشتني كده، بس مش بالطريقه دي برضو. يعني تحس ان التفاصيل ناقصه، تحس ان انا عملت ايه، انا كتبت كل حاجه واستخسرت اكتب اهم حاجه. فدي كانت مشكله كبيره، ان انا عندي مشكله كانت في العمل في نقص التفاصيل. انا ما عنديش تفاصيل زياده، انا محتاجه اعرف، محتاجه اسمع. ده اول عمل يا جماعه ونتكلم في حاجه مش قليله، وخدت حاجه بقى ايه حصلت ممكن ناس عارفينها فنتكلم عليها عادل. يعني ممكن حد ميبقاش عارف كتير قوي عن الغواصه ويدخل ويخرج من العمل ميبقاش عارف كتير برضو عنه، هيفضل نفس معلوماته القليله عن الغواصه دي. فهي دي كانت برضو حاجه من المشاكل. مشكله بقى ودي كانت اكبرهم، النهايه. بدايه العمل ما عنديش مشكله كبيره عنها، بس النهايه، عارفين لما اخر 3 دقايق في الامتحانات بنعمل ايه؟ اللي هو ايه، انا لازم احل اي حاجه، يعني هحل السؤال حتى لو انا مش عارفه. يعني انا مش هخلي نفسي قدام الدكتور يعرف ان انا مش مذاكر. هو الجو ده اللي هو انا هحل ان شاء الله اكتب ارقام مالهاش علاقه بالموضوع. فاللي هو في الفيلم احنا كده 3 دقايق وهنقفل الفيلم، يبقى 3 دقايق وهنحط اي نهايه. عجبتني بقى ما عجبتنيش، عجبت الجمهور، منطقيه مش منطقيه، مش قصتي، هي هتتحط يعني هتتحط. وده اللي حصل. فبعض الثغرات اللي ادت ان العمل يحصل فيه كده. طيب النهايه دي مش كانت مرتبطه مثلا بشخصيتين وهما مثلا فريال يوسف ومنذر ريحاني. يعني منذر ريحاني برضه عامل زي ناهي السباع، جبته ليه؟ يعني برضه الدور ده يعني شحططت الراجل ليه حتى معايا؟ يعني ما ممكن اي حد تاني يعمله، يعني مش قصه يا جماعه. فريال يوسف جبتها يا عيني ومشورته وعملت فيلم بقى فيه جنسيات كتيره ومن ضمنهم الشخص التركي اللي انا برضه ما حسيتش بيه قوي. طيب ها وبعدين شحططت الناس، عملت بقى ان هو بقى انتاج مشترك او تمثيل مشترك والجو ده. طب ليه؟ يعني ده لو العمل ده اتعمل بشباب يعني لسه صغيرين او كده هيطلع برضه. هو هل مش هيطلع يعني؟ يعني هديلكم مثال على فيلم تاني انا بحسه من اهم الافلام، حتى لو ما كانش ممكن يكون ما نجحش في وقت نزوله، بس انا بحبه جدا وما زلت بتاثر بيه، وهو فيلم مركب. فيلم مركب مقارنه بانتاج ماكو وعلا، مقارنه بالفكره، الاتنين مش بعاد قوي عن بعض يعني كتقييم للفكره. امكانيات ماكو طبعا، طاقات تمثيليه او بتكلم على اسماء في الفن طبعا ماكو، بتكلم على فرصة لأفضل ماكو طبعا، بتكلم على تنفيذ ولمة فكرة طبعا المركب. يعني أي فيلم بيبقى فيه بداية ووسط ونهاية، أنا حسيت ماكو كانت بداية ووسط، أو بقية الفيلم كله كان سايح على بعضه، مفيش وسط ومفيش نهاية، كله قفل. فاللي هو هنقفل النهارده وهنعمل لكم مفاجأة بقى ايه في آخر الفيلم، وايه أو تعالوا بكرة هنكمل أو حاجة زي كده. فدي كانت أكبر حاجة. ده كان زي مراجعة شاملة شوية عن العمل. اكيد اللي اتفرج عليه هيبقى حاسس باللي انا قلته ده، او ممكن يكون عنده رأي مختلف مش عارفة، او اللي متفرجش عليه فاعتقد ان هو دلوقتي في فرصة ان تتفرج عليه اونلاين. وبرغم ان انا يعني ضد طبعا قرصنة الافلام والحاجات زي كده، بس بتبقى فرصة انه لو حد مثلا ملحقوش في السينما او حد متفرجش عليه، لا يعني انا شفته فعلا على الانترنت يعني. الفيلم بقى تقييمه بالنسبة لي ايه؟ رغم ان انا محترمه جدا التعب اللي اشتغلوا فيه في العمل ده وما مقدراه، بالنسبه لي مش بدايه وحشه، لا اكيد هيبقى اللي جاي اكيد افضل حتى لطاقم العمل نفسه. فانا هديله 6/10. عايزه اعرف لو كنتوا اتفرجتوا على العمل او سمعتوا عنه تدوا له كام من 10، وتكتبوا لي كل ده طبعا في الكومنتس. وما تنسوش ابدا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل التنبيهات زي كل مره بقول لكم يعني لما بنزل اي فيديوهات جديده. واقابلكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.